نساوي لكم كريمة توم وهالقوام الكريمي يلي على كيفكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي رواد صفحة قناة شام الاصيل. الله يسعد اوقاتكم يا رب. بتمنى تكونوا بخير على طول انتوا واولادكم واحبابكم. طلبوا مني الاخوة والاخوات نساوي لكم كريمة توم، رغم اني انا منزله قبل هالمرة بس بعيار كتير، يعني انتوا بدكم عيار خفيف مشان البيت لانه هذا ما بيتفرز ولا شيء. فاليوم رح ساوي لكم كريمة توم يطلع معكم ناجح واحسن من المحلات وبمقادير مدروسة بالجرام. بتساووه بتلتزموا بنفس الطريقة والمقادير ان شاء الله بينجح معكم وبتضلوا على طول بتساووه وبتدعوا لي. بنروح على المقادير. اخواني بالنسبة للمقادير مقاديره كتير سهلة. عندي نص كوب نشا بما يعادل 3 معالق مليانين معرمين نشا الذرة. عندي 1 كوب مي. عندي 1 كوب زيت نباتي. وعندي 1 كوب ونص حليب. وممكن نحط مي بس اللي بده اياه ناصع البياض ويطلع طيب و100% حليب. كاسة ونص. وعندي هون معلقة كبيرة خل. وعندي 6 أو 7 حبات توم. إذا بتحبوا توم وظاهر بتزودوا توم، إذا بتحبوا توم يعني فيكم تقللوا أو تكتروا. أنا بحط 6 أو 7 حبات، 6 أو 7 حبات لهذا العيار. وعندي معلقة صغيرة ملح الليمون ومعلقة كبيرة ملح. فيكم تحطوا عصرة ليمون بس ملح الليمون بيعطيه قوام أظرف وطعم أطيب، فنصيحتي لا تحطوا عصير ليمون، حطوا ملح الليمون. هي كل مقاديرنا. بنروح على التحضير. إخواني أول شغلة بدي أعملها بدي أطبخ النشا. النشا ولا أسهل منه. نشغل النار. طيب بنحط المي، كاسة مي ونص كاسة نشا. بسم الله. ممكن تحطوا النشا بعد ما تسخنوا المي، اكيد كلكم بتعرفوا هالشي. هلا دغري بيدوب ودغري بينطبخ. شايفين اخواني هديت النار شوي انا. هلا بطفي النار على حماوة الطنجرة بيمشي حالهم. هلا بنساويها بهي احسن. بس يصير معكم هيك تطفوا النار عليها. انا هذا القوام اللي بدي اوصل له. بنحطها بصحن لحتى تبرد بهذا الشكل. بفردها مشان دغري تبرد. بحطها بالبراد، بحطها بالفريزر دغري بتبرد. برجع لكم بس لحتى تبرد. هيك اخواني هلا رجعت لكم بعد ما برد النشا صار عندي بهذا الشكل. شوفوا شلون. هيك بدي اياه انا يطلع معكم تمام. هلا اول شغله بدي اساويها، الله يوفقكم بس التزموا بالطريقه. الطريقه كتير كتير ضروريه انكم تلتزموا فيها. اول شيء بحط الكاسه ونص الحليب، بدي احط نصهم اول شيء. بسم الله. مشان نعم التوم إذا ما نعم مزبوط بيطلع معكم مبرغل والناس بيقولوا عليكم إنه ساويتوا كريمة توم. مين اللي معلمكم إياها؟ مين هذا شام الأصيل اللي معلمكم هيك وصفة؟ شو هالوصفة؟ بيحكوا علي أنا، فالله يرضى عليكم. هلا ما راح أحسن أحكي لأنه بيكون الخلاط شغال وأنا راح أخفي لكم صوته مشان الإزعاج. هلا بدي ضلني مشغل الخلاط على الحليب والتوم لحالهم تقريبا شي 3 دقائق لحتى ينعمل التوم مزبوط وبرجع لكم. هلا هيك نعم عندي التوم مزبوط. التوم مع الحليب اول شي نص الحليبات. هلا شو بحط النشايات بنقسمهم هيك شقف عشان ما ياخذوا وقت بالخلاط كتير. بس اهم شي تلتزموا بالترتيب والمقادير. كمان بشغل وبرجع لكم كمان شي 3 دقائق لحتى ينخلطوا مع بعضهم. اخواني هلا هيك نعموا عندي، انمزجوا الحليبات مع النشا مزبوط ونعموا. شوفوا شلون. هلا انا بدي شغل الخلاط وبدون ما يطلع صوت لعنكم، يعني ما راح احسن احكي
هلا شو بنساوي؟ بدي اضيف الحليب والزيت. اول شيء بضيف الزيت مثل الخيط، واخر شيء بتصير سميكه بنعود بنحط الحليبات، بس قبل الحليب بنحط الملح والحمض. شو بدنا نساوي هلا؟ نعمنا النشا، نعمنا التومات والحليبات، بعدين النشا، بعدها بنحط الزيت مثل الخيط بنضيفه، وبعدين الحليب. انا راح خليكم تشوفوا، بس بدي اخفي الصوت، يعني ما راح احسن احكي انا. اخواني شو بدي هلا؟ اخر مكون هو الخل. بنحطه وبنشغل ونتركها شغاله بس تقريبا دقيقه، بس لحتى تاخذ الخل بيطلع امورنا كلها تمام. هيك صارت تمام اخواني. شوفوا هالقوام ما احلاه، ما في شيء مبرغل، شايفين؟ مثل الكريمه، كريمي ولا احسن من هيك، وما في شيء مبرغل. هلا بدي احطهم، وحطوا ببالكم انه هلا انتم بتشوفوهم قوامهم مريء. ليش؟ لانه لساتهم تازه، يعني من الخلاط سخنوا. بحطهم بهي العلبه اللي بدي احطها بالبراد. شوفوا ان شاء الله يكون كل شيء واضح عليكم. هلا انا بفضيهم هدول كلهم. شوفوا ما احلى هالقوام. بحطهم بالبراد، بشوفكم مرحله التقديم. ورح لكم على فكره تستفيدوا منها بتنظيف الخلاط. الخلاط مشان ننظفه من كريم الثوم ما نجرح ايدينا ولا شيء، بنحط شويه سائل جلي وشويه مي، وبنرجع بنشغل عليه بينضف معنا وبيطلع معنا يا سلام. هي معلومه ببلاش. شايفين ما احلاها؟ نضيف الخلاط عنا بس بنشطفه وصارت امورنا بالسليم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي هاللون الناصع، هالبياض الناصع، وهالقوام الكريمي يلي على كيفكم. صليتوا على رسول الله؟ يا سلام يا سلام، تبارك الرحمن. وهيك اخواني بنكون وصلنا لنهايه وصفتنا لليوم، وهي النتيجه اللي وصلنا لها. اظرف كريم توم. ساووه، ومثل ما قلت لكم بس اتبعوا الطريقه مزبوط والمقادير تكون دقيقه. يعني مثلا كاسه الحليب كاسه ونص، حطينا حليب قديش الكاسه ونص؟ في كل كاسه عن كل بيت عنده كاسه شكل. الكاسه ونص اللي انا حطيتهم بيطلعوا 300 ميلي، ونفس الشيء او 300 جرام. نفس الشيء الزيت 200 ميلي زيت. يعني هي عم اكد لكم على عيارات مشان تطلع معكم نفس هي بالضبط. شوفوا قوامها، وهذا لسه ما برديت، يعني لسه لثاني يوم بتطلع تمام. يعني هلا ما صار له نص ساعه بالبراد. شوفوا ما احلاها القوام. شايفين؟ شغله
بتطير العقل. هيك ما قطعت بطاطا، ندوق. بسم الله. والله يا جماعة شي بيطير العقل. سوها وكتير راح تدعوا لي. وأنا مساوي لكم إياها قبل ونفس الطريقة ما غيرنا شي، بس هلأ سويت لكم عيار قليل وأدق. تحياتي للجميع، وإذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم واللايك والشير والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.